بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمم من اتبع هداه إلى يوم الدين. مأروف المعروف، الحكم المعروف. الأهلي لو لعب 100 سنة مع هذا الحكم لن يفوز. الصفارة ببقه في أي هجمة للأهلي. الصفارة ببقه في أي هجمة للأهلي. لعيبة إنبي اللاعب يصرخ يتحسب له فاول، ولو حسب على للأهلي فاول من نص الملعب لعيبة إنبي تعترض عليه وعايزة تضربه. هدف ملغي 100%. حكم بيوقف خطورة النادي الأهلي، بيوقف الهجمات، يعني حتى لو ما يكون الأهلي فاول في نص ملعبه والكرة في إيديه وليه فاول يوقف يموت الكورة. صحيح مش الفريق دي مش الفريق الأول بس مش الفريق التاني زي ما بيقولوا، لأ ده الفريق الأول. الفريق الأول مدعم بربعه من الناشئين، يعني كلهم دوليين، حسين الشحات وغيرهم دوليين، يعني مفيش حاجة اسمها صف تاني. هما الفريق يعتبر الفريق الأول الاحتياطي وربع اللعيبة شباب بس. أي حكم بالمنظر ده لا يمكن أي فرقة تغلب. حكم أسوأ السيئين وأسفل السافلين. مش عارف يعني الحكم الأهلي اعترض عليه المرة اللي فاتت، جابوه عمدا مع سبق إطارة رصاص والتراس. صعب بطولة ليست ذات أهمية من يوم ما اتنشأت لحد النهاردة، بتعتبر بطولة الصغار مش الكبار. بدأ اللي بيفوز بها فريق كله فرق، يعني مش من الصف الأول اللي بتفوز بالبطولة. لحد يعني مفيش فريق من الصف الأول فاز فيها. من الفكرة نفسها من البطولة دي اللي أنا عرفته، إن عارفين إن الأهلي بطل الدوري ومثلا وبيراميدز بطل الكاس، أو الزمالك بطل الكاس، أو الأهلي كده العكس. فبينظموا البطولة دي عشان يجيبوا واحد في السوبر التالت يكون من الرابطة، يكون واحد مش من الأوائل، ففرصة يعني يخلقوا فريق تالت للسوبر. واحنا كنا نلعب الكورة من الحكم بالمنظر ده عمرنا ما نعرف نطلع أي إمكانيات عندنا، بس للأسف اللعيبة في الأهلي لا تستحق أن ترتدي تيشيرت الأهلي.